عز وسع المدى. نعم، في قلبي غصة. نعم، لم يعد بالروح شيء يجبر، وكيف يجبر مع كل شيء محطم. نعم، من كان حزينا إياك أن تزيد عليه، فهمه يكفيه. لا أحد يعلم منا كم من مرة سقط، كم من مرة تكسر خاطره، تكسرت روحه، ولم يعد يجبر. وتأتي أنت بكل غرور تزيد عليه. إخواننا في غزة يعانون الأمرين، كل يوم قهر. من لهم غير الله؟ وأيضا المرأة التي تعاني من مجتمع حقير، من مجتمع أي شيء تفعلينه لا يعجبهم. تبا لهذا المجتمع. الوجع هو شخص اؤتمنت فيه وخانك. القهر تعيش وحيدا وسط عائلتك، وسط ناسك، لكنك وحيد. القهر هو أن لا تجد شيئا أمامك سوى الحطام. نعم، لم تعد بالروح. نعم، لم يعد بالروح شيء يجبر، وكيف يجبر؟ أشخاص يلبسون أقنعة كل يوم، أقنعة الود، ولكنهم ليسوا ودودين أبدا. أقنعة يلبسونها كل يوم. كيف تجبر روحك وأنت مغدور؟ كيف تجبر روحك وأنت لديك كل شيء وأنت لا تملك شيء؟ هناك سماء بدون مطر، هناك أرض بدون شجر، أرض قاحلة جدا. تتمنى شي نهار يسقط المطر ويرويك، بس ما في شي سوى الجفاف. لم يعد بالروح شيء يجبر. كيف للروح أن تجبر؟ هل سمعت بالمطلقة التي يعايرونها لأنها لم تكمل مع وحش شرير نرجسي مريض بسيكوبات؟ هل سمعتم عن العازبة التي كبرت وانهالوا عليها بالتعليقات؟ لم تتزوج، مسكينة، فيها خلل، على أساس المتزوجين فرحانين كلهم سوا. على الأقل عازبة عايشة بشانها، ما كاش لي يهينها ويسبها ويبزقها، مو مثلكم. في وجع جوا عميق، لا صوت باقي ولا صدى، لا صوت باقي ولا صدى. نعم، الناس اللي تمر حياتهم بالوجع والهم هم أقوى ناس. نعم، هم أقوى ناس في الدنيا. أنت لا تعلم شخصيتهم، إنها أقوى شخصية، فهم تعلموا من كل ألم.
نعم في وجع الذين يعايرون الذين هم لا يملكون أولادا. نعم وجع كبير، هم لا يعلمون أي وجع يفعلونه لهم. الذين يعايرون ويتنمرون توقفوا، اللعنة عليكم. نعم في وجع، لا تعاير فقيرا بفقره ولا مريضا بمرضه، عسى ربي يشفيه ويعدلك أنت. لكن للأسف نحن نعيش مع بشر ليسوا بشرا. مرات نقول ممكن هم مخلوقين من نار وأشبهوا بإبليس، حساد ماكرين يضربونك ضربات. معليش، لم يعد بالروح شيء يجبر، وكيف يجبر مع كل هذا الحطام؟ هل يجبر الفلسطينيون على قهرهم، على موت أولادهم، على حرمانهم من أبسط الحقوق؟ هل يجبر اليتيم؟ هل يجبر الفقير؟ هل يجبر كل إنسان مسكين؟ العوض من الله. الله يجبرنا بخاطره إن شاء الله. الله يجبرنا بخاطرنا. هذا هو المعنى الحقيقي. نعم. سبسكرايب، لايك، فما زينة. شكرا. ممكن ولا مش ممكن؟ جبر الخاطر صعب جدا، فبعد الحطام لا يلتئم الجرح. عندما تكسر الجرة إن عاودت إصلاحها فستبقى مكسورة مندوبة. لهذا إياك أن تكسر خاطر أحد، ومن يعلو عليك احذف. خلص الحديث، لم يعد في جعبتي شيء لم يعد في جعبتي شيء. لهذا الدقائق التي بقيت كلها بصمت. شكرا. سكرايب سما زينة.